الاشخاص اللي من النوع اللي هتسمعوه ده احذروا منهم كويس جدا. اسمعوا كده. بني آدم بيسيبك تنام زعلان متعمد أكتر من 10 مرات، عارف إن أنت بتبقى نايم مقهور وتعبان ويسيبك، ما يهونش عليه، عارف إن كلمة منه، بص كلمة منه في رسالة مش حتى مكالمة، كلمة منه هتخليك تعرف تنام بخير، ولا بقى هيبوظ لك الغدة الدرقية، ولا هيخليك تدخل في اوفر ثينكينج، ولا هتبص تلاقي لا جات لك آلام عظامية وآلام في المعدة وقلبك يتعب. كلمة عارف إنها حاجة هتخليك كده تعيش بسلام جسماني وذهني وعقلي، يبخل بيها ويستخسرها عليك. لا ده أنا هعصرك، لا ده أنا هربيك، ده أنا هعلمك الأدب، ده أنا هخليكي تنامي تعبانة. ده يؤتمن؟ لا مستحيل. لما الموضوع يبقى متكرر، عشان دايما يقولوا لي ايه هو اصل انت قلت يا جماعه، لما الموضوع يتكرر مش في مره ولا اتنين، مش في مره ولا اتنين ولا في ثلاثه، اما يبقى طبعا، لان انت ممكن تكوني متسببه في انه بقى كده، لكن لما يبقى طبع الله يفتح عليك، الحياه صعبه قوي. بعتها لحد محتاجها. ما تنساش تذكري الله وتصلي على الحبيب المصطفى.